بصوا بقى الجمال ده، شايفين الشكل الحلو ده؟ بصوا، دي بقى حاجة مصنوعة، يعني معمولة من حاجة كلنا بنرميها وما بنستخدمهاش. فانا بقى عملت لكم منها حاجة حلوة جدا، وهتستخدموها في حاجات كتير قوي وحاجات حلوة قوي قوي. طبعا عايزين تعرفوا ايه ده وعايزين تعرفوا اتعملت ازاي. تعالوا بقى اقول لكم ايه هي، هتستغربوا طبعا ايه دي، ايه هي واتعملت ازاي. يلا بينا. متنسوش اللايكات اهم حاجة، والاشتراكات. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل وصفة حلوة قوي، هتنفعنا في الحلويات وهتنفعنا في تزويق الكيكات والحاجات الحلوة دي. بصوا البطيخة دي شكلها عامل ازاي. دي كانت شكلها تطلع حمرا ورجعت في كلامها وبقت صفرا وبقت مش عارفة، يعني انا مش عارفة ايه اللي حصل. مش عارفة ايه اللي حصل للبطيخ. بصوا، يظهر هنا كانت عيانة، وشها كده مصفر شوية وبعدين خفت بقت محمر. ايه ده ايه ده، احنا دخلنا كده على طول. لازم نذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان يرضى علينا في الدنيا وفي الآخرة. الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جماعة حد يقول لي بقى ايه البطيخ الغريب ده؟ بجد البطيخ اللي من دول بقت أحواله مش عاجباني خالص. يعني المفروض كده نعمل له كده. بصوا ده بقى البطيخة اهي، القشر البطيخ بعد لما خدت القلب اللي هو الحتة دي، خدتها كده وقطعتها بقت كده. بصوا، انا هسيب دول بقى مش عايزاهم خلاص، مستغنية عنهم. بصوا انا بقى قطعتها ازاي، خدت كده. آه، يخص عليكي كمان بطيخة يعني شرسة، بطيخة شرسة. شوفوا كانت هتعورني ازاي. الحمد لله محصلش حاجة. المهم بصوا، قطعتها بقى كده وبعدين باخد بقى كده. يا صباعي شكله اتعور. شوفوا اتعور والله. بصوا اهو، شايفين؟ انا مش هحط صباعي طبعا المتعور على البطيخ، على القشر البطيخ لحد بس ما اخلصها لكم. بصوا اهو اهو كده، قطعتها بقى كده حتت صغيره علشان احنا لما نيجي نستخدمها، اهو لما نيجي نستخدمها ما تبقاش الحته كبيره اهي، لان هنحطها جوه كيكه، هنحطها مثلا من نيجي نعمل. بصوا ايه، بصوا صباعي، شوفوا الدم خار ازاي. استنى بقى اما اروح اغسل ايدي. بصوا غسلت ايدي وحطيت لها لزقه. يظهر البطيخه دي صاحيه متغوظه عشان بنجيب سيرتها. بصوا هنحتاج بقى ايه، هنحتاج كوبايه الا ربع من السكر، عليها كوبايه او كوبايه ونص ميه، وهنقلبهم طبعا كويس. وبعد كده هننزل بالبتاع اللي احنا مش عايزه اجيب سيرتها، خايفه منها البطيخه دي. هنحط بقى اللي احنا قطعناه ده، البطيخ، قشر البطيخ اللي احنا قطعناه كده، وهنحطها على البوتاجاز. بصوا بقى كده انا حاططها على البوتاجاز اهو، وهسيبها لحد لما تبتدي تطرى شويه. انا مش عايزه، مش مهم انها تشرب الميه بتاعتها، انا هزود لها كمان شويه، هزود لها كمان شويه ميه، وهسيبها لحد لما تستوي. وبعد كده بقى هنشوف هتعمل ايه تاني. بصوا انت ممكن تحطي لها لون، اللون اللي انت عايزاه، عايزه تحطي لون اخضر، لون اصفر، لون اي لون، بس انا هسيبها كده ملونه، شكلها حلو كده وهي ملونه. اما تبقى ملونه بتبقى شكلها حلو قوي. بصوا اهو، هسيبها لحد ما تستوي، وهقول لكم لما تستوي هتعرفوا ازاي انها متستوي، بس لما تخلص اهو. اول ما تاخد الغلوه تروحوا موطين عليها وسيبوها. هي هتاخد حوالي على البوتاجاز، هتاخد حوالي ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه كده، يعني مش كتير، مش اكتر من كده. دي كده لما بدات تغلي، بصوا الميه بتاعتها بدات زادت ازاي. انا ما زودتش ميه، انا حطيت اللي هو كوبايه الا ربع سكر على كوبايه ميه. وبصوا وهي بقى ايه، زادت شويه. سيبوها بقى كده لحد لما تلاقوا الميه بتاعتها قلت شويه، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. شوفوا دلوقتي بعد ما الميه قصرت خالص اهو، والبطيخ يعني طري شويه، خلاص كده احنا يبقى هي كده دخلت على سوا. خدت لها حوالي ساعه الا ربع. هجيب مصفى، وهحط فيها البطيخ اللي احنا عملناه دلوقتي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهسيبهم يتصفى الميه اللي فيها، اللي هو الميه بالسكر، واسيبها تتصفى خالص كده. بصوا كده بعد ما صفيتها من العسل اللي فيها او الميه بتاعتها اللي بسكر، بروح حطاها كده في صينيه وافردهم كده واسيبهم لحد لما تنشف بقى الميه اللي فيها، او الميه اللي بالعسل اللي فيها دي تبقى يعني مش طريه، ما تبقاش طريه كده. هبقى اوريكم بس لما تنشف، تاخد يوم بقى، تاخد يومين، تاخد ساعه، حسب ما تاخد الوقت معاكم. اهو كده. ده بقى الميه اللي نزلت منها دي مش هتترمي، دي ممكن نحطها في اي حاجه تانية بنستخدمها. لما اجي استخدمها، على فكره لما اجي استخدمها اقول لكم هستخدمها في ايه. نسيبه بقى كده لحد لما ينشف بقى كده، ونشوف شكله هنعمل فيه ايه. بصوا انا قسمت نصين، شويه حطيت عليهم سكر خشن عادي خالص، وشويه سبتهم كده من غير سكر. انت لو عايزه تعملي الخطوه دي اللي هي بتاعه السكر اعمليها، مفيش مشاكل. عايزه مش عايزه خلاص انت ممكن كده تستخدميه. هو كده بيعتبر ان الميه اللي كانت فيه نشفت خلاص، ونزلناها لما صفيناه. عايزه تسيبيه بقى يجف قوي 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 بقى سيبيه فتره، لكن هو عادي ممكن تستخدميه كده. ممكن تحطيه على الكيكه، ممكن تحطيه على البيتيفور كده على الوش. لما بتيجي تعملي البيتيفورايه بتحطي فوقيها كده واحده من دي كده، تحطي روح حاطه واحده، وشوفوا شكله ملون وحلو ازاي. بس عورني ابن اللذينه. صدقوا انا بغسل الفراخ دلوقتي، كنت بغسل الفراخ وبدعكها بالليمون. الليمون وجعتني قوي قوي مكان السكينه. عموما يا رب تكون الوصفه عجبتكم، لو كانت عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك. شكرا.